وحشتكم مش كده؟ عارف ان انا بقالي اكتر من شهر ما منزلش حاجه على القناه، بس يعني اعذروني لان حرفيا ثانويه عامه دايسه على وش امي رايح جاي، فحبيت بس انزل لكم الفيديو ده كده يعني جدعانه من عندي. فادعوا لي اخرج من الحرب اللي انا فيها دي على خير، ويلا استمتعوا بالفيديو. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان كل الناس ما تقدرش تامن لها، وان صوابع ايدك مش شبه بعضها، فكمان مش اي شخص عنده قوه خارقه تقدر تقول عليه بطل خارق. علشان كده جمعت لكم النهارده اسوأ 10 ابطال خارقين من وجهه نظر العبد لله. في القائمه دي جمعت لكم مزبله الابطال الخارقين كلها في فيديو واحد، فحضر نفسك للخرا اللي انت داخل عليه ده ويلا بينا. نبدا بالمركز العاشر واللي هو باونسينج بوي. الاسم الحقيقي في البطاقه هو تشارلز. اول ظهور ليه كان في سنه 1961 في احد كوميكس دي سي. الشخصيه دي قوتها الخارقه حرفيا ان هو يقدر ينفخ نفسه بس، ولا اكتر ولا اقل. القصه هي انه كان شخص عادي من المستقبل من القرن ال30، واللي كان شغال مساعد لاحد العلماء الكبار في المستقبل. وفي يوم من الايام العالم ده كان مكلفه بمهمه خطيره ان هو ينقل ماده كيميائيه اسمها سوبر بلاستيك فورمولا، واللي كان هدف تشارلز ساعتها ان هو يوديها المختبر احد العلماء التانيين. ولكن تشارلز ساعتها كان جعان وافتكر ان ازازه الماده الكيميائيه دي ازازه حاجه ساقعه حرفيا، وبدل ما تشارلز يموت بسبب الماده الكيميائيه دي جسمه اتحول لمطاط. وهنا سيستوقفني احد البني ادمين ويسالني طب يعني ده ما دي قوه خارقه حلوه ان جسمه يتحول لمطاط. احب اقول لك يا اسطى ان هو جسمه ما تحولش لمطاط، بل هو بيقدر ينفخ نفسه يتحول لكوره بس، مش زي بلاستيك مان مثلا اللي يقدر يمط جسمه ويحوله لاي حاجه يعني، الا وكده ما كنتش حطيته في القائمه دي اصلا. وخليني اديك الحاجه اللي ممكن تشيلك حرفيا، ان هو كمان انضم الفريق في المستقبل مشهور جدا، واللي خلاني احطه في المركز ده ان هو ذكي وبيعرف يستعمل القوه بتاعته. ده غير ان هو قدر يكون اسره، ودي حاجه ابطال كبار جدا ما بيعرفوش يعملوها، لذلك هو يستحق المركز ده. والمركز التاسع هو كابتن امريكا. وقبل ما تنزل تشتمني في الكومنتات وتجيب لي كوميك من هنا على كوميك من هنا عشان تثبت لي قد ايه هو بني ادم جامد، اسمع وجهه نظري الاول. تخيل معايا كده لو جبت مثلا كوبايتين شاي وقعدت معاه لك 5 دقايق كده وفكرت ايه هي قوه كابتن امريكا، مش هتلاقي غير اجابه واحده، الا وهي انه مفيش. حرفيا يا جدعان كابتن امريكا ما عندوش اي قوه خارقه. هما بيستعبلوا علينا وبيقولوا لنا ان هو عنده قوه خارقه، لكن هو ما عندوش. هو حرفيا بس كان عباره عن جندي كحيان تعبان مش عارف دخلوه الجيش ازاي وحقنوا المصل. هل هو مثلا قوي وخالد وما بيموتش زي ديدبول؟ لا. هل هو مثلا عنده قوه عاليه شبه هالك؟ لا. هل في اي حاجه تميز كابتن امريكا عن الابطال الخارقين التانيين؟ لا. حرفيا المصل بيخليه اقوى من البشر العاديين بحبه صغيرين بس، يعني لو جبت كريستيانو رونالدو وخليته بطل خارق، فحرفيا هو بالنسبه لي بطل ملوش اي لازمه، يعني هم حاطينه بس كده منظر عشان يبقى كابتن امريكا وخلاص. بس هو ده رايي في كابتن امريكا، علشان كده حطيته في المركز ده. تقدر تنزل تشتمني في الكومنتات دلوقتي عادي. المركز الثاني واللي هو ارم فول اوف بوي، حرفيا ده اسم البطل الخارق. ومهما حاولت تتخيل ايه قوه الشخصيه الخارقه دي، مهما حاولت مش هتعرف تجيبها بدماغك. حرفيا قدرته الخارقه هو انه يفك دراعه ويستعمله كسلاح حرفيا. اسمه الحقيقي هو فلويد بيكين، واول ظهور للشخصيه دي كانت سنه 1989. والقصه هي ان الولد ده كان بيحلم يخش برضو الفرقه بتاعت الابطال الخارقين بتاعت المستقبل. وحرفيا قوته الخارقه انه يفصل دراعه عن جسمه ويستعمله كسلاح، ويا ريت مثلا دراعه بيتحول لسيف او حاجه، لا هو بيفضل دراع. والقصه هي انهم بيقولوا ان تعرض لاشعاع خلى دراعاته الاتنين يفكوا، وفي نسخه تانية بيقولوا ان هو مولود كده عادي. فصراحه يعني اللي كان كاتب الشخصيه دي اظنه كان شارب حاجه قبليها. ننتقل للمركز اللي بعده واللي هو ان اف ال سوبر برو. الاسم الحقيقي هو برايس كونر. القصه هي انه كان ولد عادي بيحب كره القدم الامريكيه. ولو ما تعرفش ايه هي اللعبه دي، فهي لعبه عباره عن شويه رجاله بيتعاركوا على قلاسايه. المهم انه كان بيلعب في فريق المدرسه وكان لعيب سريع جدا، ولكنه في يوم كان بيلعب مباراه والبرق ضرب الملعب، وسبحان الله البرق جه فيه، ولكنه بدل ما يموت بقى اقوى واسرع وقرر انه يبقى بطل خارق. ولكن المشكله تكمن هنا ان قوته الخارقه دي مش بتنفعه غير جوه الملعب بس. على سبيل المثال مثلا اول مهمه البطل خارق كانت بالنسبه له انه ينقذ واحده عجوزه كانت تريلا عدوسها، ولكنه وهو بيجري عليها عشان ينقذها وقع على وشه، والست العجوزه بدل ما هو كان بيساعدها هي اللي بقت تساعده عشان يقوم. ودي كانت اول مهمه يقوم بيها هذا البطل الهمام، علشان كده كان يستحق المركز ده. وننتقل للمركز اللي بعده واللي هو سكوايرل جيرل. ايه الاسامي بنت الكلب دي؟ الاسم الحقيقي دورين جرين. البنت دي لما اتولدت كان عندها طفره جينيه بسيطه، الا وهي انها عندها ديل سنجاب. ده غير ان اسنانها قويه وبتعرف تتسلق الشجر وتتكلم مع السناجب وحاجه اخر حلاوه ساعات. وغير انها تتكلم مع السناجب فانها بتقدر تتحكم بالسناجب. واستعد معاها للصدمه بقى انها قررت تروح لايرون مان وتطلب منه انها تبقى المساعده بتاعته. طبعا توني ستارك كان لسه هيشتمها ويطردها، ولكن دكتور دوم دخل عليهم وسي وات قدرت تهزم دكتور دوم. تخيل دكتور دوم اللي فاشخ عالم مارفل كله دي تهزمه. فكل اللي نقدر نقوله حسبي الله ونعم الوكيل في مارفل. وننتقل للمركز اللي بعده. وبس هو ده الجزء الاول من الفيديو، ولو عايزين الجزء الثاني اكتبوا لي تحت في الكومنتات، والسلام.